الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد كله، إليك يرجع الأمر كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، وأنت الأحد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. كتبت القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والحكم حكمك، والخلق خلقك. أنت الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، الذي رفعت مكانه، وأيدت سلطانه، وقلت يا عز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما،
من خير وسعة رزق وعافية وصحة وسلامة، فاجعل لنا منه الوفر والحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت لمامه وأمنته الروع يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا لنا إلى جنانك. اللهم أعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. نسألك اللهم كلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالعيش وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم كما سترت ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها اللهم يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ونبتهل إليك ابتهال من لم يخطر بباله سواك، ورحمتك تسع منا من أطاعك ومن عصاك يا ملاذ الخائفين، يا ملجأ التائبين، يا مغيث المستغيثين. أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار يا أرحم الراحمين. إلهنا غرقنا في لجج المعاصي والآثام، ذنوبنا كثرت وعمت، معاصينا عظمت وطمت، وإنا مقرون بالرسالة على أنفسنا. نرجو عظيم عفوك الذي
المستضعفين، إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا. إن لم يكن لبيك لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا قد علمنا أنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بالعتق من النار. اللهم إن تكن هذه الليلة الأخيرة فاعتقنا ووالدينا وأهلنا وذوينا وزوجاتنا وإخواننا من النار. اللهم اجمعنا في عليين يا أكرم الأكرمين. هذه أيدينا رفعت إليك، اللهم اقبل دعاءنا ولا تبطل أعمالنا واغفر لنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام